السلام عليكم. انا حازم وبقول اي حنكشه في الكوره. مبدئيا كده ما تعملش لايك وشير ولا الكلام ده كله عشان اعرف ان الفيديو ما عجبكش والفيديو اللي جاي يبقى اجمد من اللي قبله. الاهلي بدأ يفتح نفسنا تاني وتم الاعلان على اول صفقه للاهلي في الميركاتو الحالي وهو اللاعب السلوفاكي جراديشار. جراديشار لاعب نادي فرافهار المجري. لعب معاهم 22 مباراة، سجل 8 اهداف واربع تمريرات حاسمة. ومن المحتمل نشوف اللاعب قدام فريق بيراميدز غدا بعد دخوله القايمة وخروج وسام ابو علي والتأكد من اصابته، وهيغيب عن الملاعب اسبوعين. اما مدرب جرادياش تحدث وقال: تحدثت مع جرادياش قبل اسبوع من قراره بالانتقال للاهلي، وكان متحمسا للانضمام الى مثل هذا النادي الكبير. هو سعيد جدا لانه جاء من بلد دولة صغيرة الى هذا النادي الكبير في افريقيا. دي كانت أول صفقة أعلن عنها النادي الأهلي. تاني صفقة كان اللاعب المصري لاعب نادي زد مصطفى العش، وهو لاعب في مركز المدافع، واحتمال برضو نشوفه غدا في مباراة بيراميدز. وعرفنا الأربعة اللي الأهلي بيخلص فيهم جناح أو اتنين. الأفضل هو ديريك كوتسيا، لاعب مميز قيمته التسويقية 4 مليون دولار، لكن عقده ينتهي بنهاية الموسم، لذلك سهل يتخلص الست شهور الأخيرة في عقده مع ناديه. هداف وجناح خطير وشرس على المرمى، ويمتاز بالسرعة والمهارة، ويلعب في سيرفت السويسري نادي رينيه فايلر. اللاعب التاني هو بن شرقي، لاعب يعرف افريقيا والدوري المصري كويس، ومستواه محافظ عليه في الريان القطري. لاعب عنده حلول مهارية ومركز احنا نحتاجه. اللاعب يريد الانضمام للاهلي ويخفض من طلباته المالية، ويحاول اقناع مسؤولي الريان القطري لتحقيق حلم اللعب في كاس العالم. سنه 30 عام وقادر على العطاء 3 سنوات مرتاح، ولكنه لا يكون مفيد استمراريا، والأهلي ليس نادي استثماري. ايفرتون وشوارف، الأهلي اتفق معاهم ومع أنديتهم، وكولر يريد شوارف وديريك كوتسيا، لكن الأهلي يريد لاعب منهم مع بن شرقي، لأن بن شرقي بيحاول فسخ العقد مع الريان حتى لا يتحمل الأهلي عبء مالي كبير. وقد يكون هناك لاعب محلي آخر في الدفاع، سنرى ماذا سيحدث في الأيام القادمة. وخالد الأتربي تحدث وقال: أشرف بن شرقي يقدم كل شيء من أجل إتمام انتقاله للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية. اللاعب عرض على مسؤولي الأهلي فسخ تعاقده مع الريان القطري وتنازل عن جزء من راتبه من أجل تسهيل إجراءات انتقاله للأهلي مجانا. وخالد الأتربي برضو قال: الاهلي مخلص كل حاجة مع فيرتون، واللاعب هيموت ويلعب في الاهلي، ومعاه شبه اتفاق مع ناديه، ولكن ما يعطل الصفقة حتى. ولو نجح دينو لامبارتي في اقناعه بتخفيض مرتبه من 1,800,000 يورو الى 1,600,000 يورو، الاهلي هيخلص الصفقة. الاهلي لن يسمح بمرور يوم الاثنين الا وهو مخلص الصفقة من الاثنين دول. اشرف بن شرقي يفعل كل أشرف بن شرقي يفعل كل شيء من أجل اللعب للأهلي وخفض راتبه، والمقربين منه قالوا للنادي إنه هيجي فري. ومش عاوزين ننسى اللاعب يوسف أيمن اللي غادر مصر النهاردة، واللاعب ما أخدش فرصة كاملة مع الأهلي. لعب تقريبا مباراة مع الفريق، وما نقدرش نحكم على مستواه